السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. اليوم عندنا عزيمة، يوم من أيام رمضان. طبعا أول وصفة راح أبدي بيها هي محشي الباذنجان. محشي الباذنجان والشجار يختلف عن الدولمة، عن شيخ المحشي اللي نسويه شي مختلف اليوم. أول شي راح أبدي أحمس اللحم اللي عندنا. راح أبدي أحمس اللحم، يعني شلون القيمة اللي نسويها للكبة للبورق لأي شي عندنا نسويها القيمة هو نفس الشي. راح أحمسه كل الزينة، بعدين يمن ينشف يلا راح أذب عليه البصل. هاي عندي كمية من البصل راح أضيفها عليه وأقلبها وياه لحد ما يحمس كل الزين، وأضيف عليه فقط كركم وفلفل أسود فقط، ما أضيف أي شي عليه. هاي أنا هسه ضفت الكركم وراح أضيف الفلفل الأسود، أكتفي فقط بهاي البهارات لأن أني أهلي وهاي فما يحبون أصلاً البهارات بالأكل. هاي ضفنا الفلفل الأسود وراح أقلبه وياه. تدرون حبايبي أنا أخذ وقت بالحمس لحد ما يذبل البصل كله ويتجانس ويا اللحم، وهاي يلا أبدي أضيف عليه الكرفس، أطفي يلا أضيف عليه الكرفس بس شوية يذبل، لأن إذا أحطه هم راح يرجع يذب سوائل وهاي ويخرب شكله يتغير لونه، فيمن أطفي يلا أضيف الكرفس وأتركه على صفحة. هسه عندي هنا تقريبا كمية الباذنجان والشجر تقريبا نص كيلو بنص كيلو. راح أبدي هسه أحفرهم. أول شي أنا أقشره وبعدين يلا أحفرهم. أي شي أنا أسوي يعني بالدولمة بالشيخ محشي بالمحشي هذا كله أقشره يلا أحفره. هسه هنا نحفرهم، طبعا ما ناخذهم زايد، يعني ما أحفرهم زايد مثل الدولمة والهاي، يعني أترك بيهم شوية يعني شلون نقول ثخن حتى يبين طعم الشجر يبين طعم الباذنجان، مو كلش خفيفة ورقة. هاي هسه غسلت كل الكمية اللي عندي وبعدين راح أقليها. هاي هنا هسه مثل ما مبين عندكم دا أقلي بيهم لحد ما ياخذون لون ذهبي، يلا أطلعهم على صفحة وبعدين أحشيهم. هاي دا أقلي بيهم يخلص الباذنجان الدور ورا الشجر. جربوها كلش طيبة. هاي هنا راح أبدي هسه أحشيهم واللحم مثروم، فقط لحم مثروم ما أحشيهم أي شي طبعا، وأترسهم حتى يصير شكلهم حلو. طبعا هي بالإيدين أسهل يصير حشيهم من ما بالملعقة. وأبدي أصف كل الكمية أحشيها. طبعا وضفت وياهم راسين فلفل يعطون نكهة، هم أحشيهم لحم ويعطون نكهة كلش طيبة لأي شي يسوونه محشي. يعني الدولمة الهاي عندي أنا الفلفل شي مميز يعني بيها، يعني يغير نكهتها كلها. هسه هنا راح أبدي أسوي الصوص للمحشي. عندي هسه هنا راس بصل أو حبة بصل راح نسويها جوانح ونبدي نحمسهم بالدهن وبعدين أضيف عليهم المعجون لحد ما يتكرملون، يلا أضيف عليهم المعجون. المعجون أحمسه كل زين وأذب سنين ثوم. الثوم طبعا أي صوص عندكم ضيفوا له سنين ثوم يعني يغير طعمه والله، يعني حتى صوص التبسي أي شي سووا ضيفوا له سنين ثوم. طبعا ضفت حبتين من الماجي، هو راح أعتمد عليه بالملح مالته، ما راح أضيف أي ملح. هاي الحمسة وكل زين بعدين أضيف عليها مي لحد ما تسبك شوية الصلصة، بعدين أضيفها على المحشي. تاخذ لها غلوتين تقريبا وأضيفها على المحشي. هاي أنا هسه عندي للزينة وللطعام الكرفس راح أذب شوية على الوجه بعدين أضيف عليه الصوص اللي سويناه. شوف الصوص شلون ثخين صار هسه مبين عندكم. هاي ضفت كمية من الكرفس وراح أضيف الصوص. هاي ضفت الصوص اللي عندي، شوفوا شلون ثخين
تجربوها على هاي الطريقة كلش طيبة وشي مختلف يعني عن احنا دائما ناكله. نضيف كل كمية الصوص، وطبعا بعدين احط لهم سيليفون وادخلها للفرن. تاخذ لها تقريبا نص ساعة 3/4 الى ان تسبك وينشف الصوص بها، وبعدين اطلعها. هاي هنا هسه سلفتها، شوفوا شكلها شلون رهيب، وطعمها بعد اطيب. يعني تنفع كطبق جانبي، هاي بالعزايم كلش تنفعكم. طبعا طبقنا اليوم الثاني اللي هو البانية اللي العراقيين كلها ما حد يختلف عليها، فسوينا البانية. هاي اللحم ديفور عندي طبعا بعد ما غسلته، وهاي ديفور. ضفت كمية الثوم اللي عندي وراح أبدي أحمسه ويا اللحم لحد ما ينزل كل الدهن اللي باللحم. بعدين يلا أضيف عليه المعجون، وهم أظل أحمس بيه لحد ما نتخلص من كل الشوخرة اللي بالمعجون. هاي هسه المعجون شلون شرحت لكم عليه، ضفناه راح أبدي أقلب بيهم ويا اللحم لحد ما نتخلص من كل الروائح اللي بيه. وبعدين يلا أضيف عليه عصير الطماطة. طبعا الطماطة أنا أفورها على صفحة وأعصرها بإيدي، ما نحبها بالخلاط تصير المرقة ثخينة. هاي هنا أنا هسه بدي ضفت أول شي أول كمية لحد ما نغطي كل اللحم اللي عندنا. طبعا والبانية أنا أسلقها على صفحة يعني مفرزة عندي، وأطلعها يمن المرقة تاخذ لها كم غلوة وهاي وشوية ينقص من المية، يلا أضيف عليها البانية، لأن إحنا ما نحب البانية تكون ممرودة يعني بالمرقة، نحبها تظل هيك عدلة. هسه هنا أنا أترك اللحم ياخذ له كم غلوة، يلا أضيف عليه البانية. طبعا أنتم من جماعة بامية شو تصحوا لها. هاي آخر كمية عندي، وأضيف عليها ملعقة من الملح فقط، ما أضيف أي شي بعد عليها. هسه نتركها تعيش حياتها. بعد انتهت، هسه عندنا لهاي المرحلة تقريبا انتهت، بس نضيف عليها البانية. هاي بعد ما قرب شوية المي عندي راح أضيف البانية اللي يعني طبعا مطلعتها على صفحة. هاي شوفوا هذا شكلها النهاية، تعرفوها استوت من تشوفون الدهن طوف على وجهها. هاي هسه هنا أنا عندي شوربة العدس. طبعا أنا حامسة حبة من البصل وأضيف عليها كوب من العدس، طبعا غاسلته ومنقعته، وأتركه ينفش العدس، يلا أضيف عليه المي. والهاي الشوربة أضيف شوربة هاي الماجي طبعا اللي قايلت لكم عليها أنا هواية بالمشتريات. هاي هسه عندي شوربة الخضار، هاي الخضار أضيفها على شوربة العدس. هاي ضفتها عليها وراح أتركها على راحتها. إذا أنتوا لحد هاي المرحلة تحبوها إنه ترسوها بعد بكيفكم، وإذا تحبوها هيجي هم بكيفكم. هاي هنا أنا هسه عندي التمن. أنا التمن أنتم متعودين عليه إنه أنا طبخة بزل. هاي ذبيت الكمية اللي عندي، وبعد ما بزلته عندي سويت فرقاعة على صفحة وضفت عليها التمن وأتركه يتهدى. طبعا كل سهل التمن، باعوه ريش. هاي هسه هنا أنا عندي الحلو إنه راح أسوي ترايفل بالبسكت والكاكاو. الكاكاو أحتاج له 1 لتر من المي، 4 ملاعق نشا، 8 حليب و8 شكر، و4 ملاعق كاكاو. والشكر انتو تتحسبوا يعني حسب الرغبة انه شنو تحبون، يعني تحبونه حلو زايد، تحبونه شوية يعني طالع المرورة مال الكاكاو، بكيفكم انتو. طبعا البسكت انا اكسره واضيف عليه نسكافيه وحطيته بالقلاصات. هاي هنا أنا هسه على العين دا أسوي بالمحلبي مال كاكاو، بعدين أضيفه على الكاسات اللي عندي. شوفوا شكله يجنن يصير، وطعمه هم يخبل وسهل وسريع كلش. وأتمنى حبايبي ما تنسوني من اللايك
والشير وشاركونا بين الأحباب، ودمتوا بألف خير إن شاء الله، ورمضان كريم عليكم.